السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجبنه القريش بابسط طريقه ممكن تجربوها وتعملوها، حتى لو انتوا يعني اول مره اصلا تجربوا تعملوها. انا على قد ما اقدر ما حاولت ان انا ما اطولش في الفيديو خالص، واجيب لكم بس الخطوات المهمه اللي هي ممكن تفيدكم في عمل الجبنه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وقوامها يعني فظيعه بجد، هتعجبكم جدا ان شاء الله. طعمها زي القشطه كده، كفايه ان انت بتاكلي حليب صافي، حاجه نظيفه من ايديكي، مش جايباها من بره. في ناس كتير قوي بتقرف ان هي تاخدها من عند الفلاحين، بتبقى يعني مش ضامنه المصدر اللي جاي ده منه عامل ازاي، ولا النظافه بتاعتها عامله ازاي. هتعمليها في البيت وبطريقه بسيطه وسهله، وان شاء الله باذن الله تنجح معاكي من اول مره. حتى لو انت عايزه تجربي بس في كيلو من اللبن، هتقدري تقومي وتجربيها. وهقول لكم على كذا بديل ممكن يسهل عليكم عمايل الجبنه ديت. وعملت كمان بقى شويه سمنه بلدي من اللي هم بتوع زمان، السمنه اللي هي الخضراء مش الصفراء او اللي هي اللي انتوا بتشتروها دي. بقى سمنه دي يعني تعتبر كنز، انتوا لو عملتوها صدقوني مش هتستغنوا عنها. ريحتها فظيعه وطعمها زي الطعم بتاع زمان، اللي هي السمنه الخضراء ديت الاصيله الحلوه. طعمها حلو جدا جدا جدا. لبن برضو صافي. دي هنعملها من الجبنه القريش، من اللي هو اللبن اللي طالع من الجبنه القريش، او الوش القشطه اللي انت مثلا مطرح ما بتاكلي اللبن بيتبقى عندك. يعني في الفيديو دوت هنقدم فيه كذا حاجه ان شاء الله تكون مفيده عندكم وتستفادوا منها. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. يلا بينا نخش على المكونات على طول. سمنه مرمله وطعمها وريحتها حلو جدا، ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. شايفين الترميله وشايفين اللون الحلو. يلا بينا نخش على المكونات على طول. اول حاجه عندي اللبن، لازم نتاكد من المصدر اللي احنا جايبين منه اللبن، يعني لازم يكون مكان موثوق فيه، ما يكونش لبن فيه مغشوش او متزود له ميه، على قد ما تقدروا يعني. عندنا بقى اللبن مثلا، انا هنا ده البرام ده هياخد 2 كيلو من اللبن. طبعا تقدري تجربي في كيلو لبن واحد بس. هنعمل فتحه صغيره خالص ونبتدي ننزل اللبن كده من بعيد عشان يعمل كده فقاعات من الوش، وهي دي اللي هتطلع القشطه بتاعتك. ادي ال 2 كيلو لبن، وابتدي ان انا ارج كل كيس كويس قوي قوي قوي، هو كل كيس كيلو. تمام. انا عملت برام دوت اخد معايا 2 كيلو. في برام تاني كمان صغير عملته، بس انا اسفه جدا والله مقطع الفيديو ما تصورش فيه، بس هقول لكم بالظبط عملت فيه ايه. رجيت اهو زي ما انتم شايفين اللبن ازاي، وبفتح فتحه صغيره قوي وابتدي ان انا انزل فيها اللبن من بعيد خالص عشان يعمل فقاعات من على الوش زي ما قلنا، وده اللي يطلع وش القشطه بتاعنا. البرام اهم حاجه ان هو يكون سخن، يعني انا ولعت الفرن على درجه حراره 170 180، حطيت فيها البرام وبعد كده طلعته وهو يكون سخن جدا. البرام سخن، بس طبعا قفلت الفرن وبعد كده حطيته جوه الفرن وهو دافي. تمام كده. ده منظرهم اهو بعد ما انا حطيتهم في الفرن وهو دافئ. بس اوريكم شكلهم عامل ازاي. ده البرام التاني الصغير، انا عملت فيه بالظبط حوالي كيلو ونص من اللبن. تمام كده. طبعا مش شرط ابدا ان انت تستخدمي برام، ممكن حله ستانلس او المونيوم، اي حله عندك، بس اهم حاجه ان انت تدفي الدنيا كويس قوي. او حتى يعني تغطي، يعني شفت انا حاطه لهم حاجه قطيفه ازاي في الفرن برضو ان انا اغطيهم تاني. شايفين ده كده شكلهم بعد ما تماسك بقوا متماسكين ازاي. دخلتهم بقى التلاجة لمده 4 ساعات عشان ابتدي ان انا اطلع القشطه من عليهم ما يفكوش مني. ده بتسهل عليكم ان انتوا تطلعوا القشطه بمنتهى السهوله. تمام كده. ممكن تاخد معاكي يوم او يومين او 3 حسب بقى درجه الحراره اللي احنا موجودين فيها. طلعت اهو البرام بعد ما دخلت في التلاجة لمده 4 ساعات. بتبتدي بقى ان انا اطلع وش القشطه. شايفين ما شاء الله عملت وش قشطه حلو ازاي. هتبتدي تعرفي ازاي ان ده وش القشطه. انت بتحسي وبتعرفي، بتيجي كده تشيلي الوش من فوق هتلاقي القشطه من على الفوق، وانت يعني هتحسي بيها، يعني بتطلعوا بالمعلقه اهو هتلاقوا ان الجبنه القريش من تحت والشرش والكلام ده كله، والقشطه بس هي اللي على الوش من فوق. شايفين ما شاء الله كميه قشطه حلوه جدا. وزي ما انا قلت لكم حطيته في الفرن دافي بالظبط، ما قعدش معايا. انا يعني انا مثلا حطيته 12 الظهر، تاني يوم 12 الظهر بصيت عليه لقيتها لسه ما مسكتش قوي. بالليل كانت تماسكت تماما ودخلتها التلاجة 4 مثلا الفجر لحد الساعة 9 10 الصبح. طلعتها اهو زي ما انا بصور لكم الفيديو اهو بالظبط دلوقتي، بطلع من على وشها القشطة. عملت برضو البريم التاني، طلعت وش القشطه بتاعته. انا عارفه البريم التاني مظلوم معايا ليه في الفيديو دوت. كل اللي انا كنت مصوراه في البريم الصغير ما جاش معايا. بس انا بس عايزه اوريكم شكل الجبنه بعد ما شلت من على الوش والقشطه برضو عامله ازاي. جبنه كريمه، عباره عن كريمه. زي ما انتم شايفين الطريقه بسيطه وسهله وما فيهاش خطوات كتيره نهائي. طيب حضرت بقى المصفى بتاعتي. ادي المصفى اهي تمام. وحضرت شاشه تكون نظيفه، وحطيت تحتيها بوله او اي حاجه تحس ان هو الشرش ينزل عليها. وهبتدي ان انا اصب الجبنه القريش من على الوش من فوق عشان تنزل ميتها. طبعا ان مش كل الناس متوفر عندها ان هي تجيب حصيله الجبنه القريش، فدي طريقه بتعتبر بسيطه وسهله. تمام كده. هبتدي ان انا انزل الجبنه اهو في الشاشه، بنزلها واحده واحده.
في خطوه تانية كمان ممكن انتوا حابين تعملوها بعد ما طلعتوا مثلا الجبنه القريش من التلاجة اللي هو البرامات، ممكن ندخلها الفرن 10 دقايق ان هي تتعقم بس، وطبعا يكون فرن مقفول. بنزل معلقه من الملح او معلقتين من الملح حسب بقى يعني كميه الملح اللي انت بتحبيه، بس ما تكتريش عن معلقتين، ده بيساعد الشرش ان هو ينزل بسهوله. وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي قوي، وعشان انزل الميه اللي موجوده في الجبنه القريش. اهم حاجه ما تستعجلوش عليها، وتدفوا المكان وما تحركوهوش من مكانه خالص، يعني تحطوا البرام في الفرن او الحله ما تحركوهاش نهائي غير تاني يوم بس، لما تبصوا عليها بصه صغيره تشوفوها اذا كانت عملت الوش ومسكت شويه ولا لسه. ما تستعجلوش عليها، ممكن زي ما انا قلت لكم تقعد يوم او يومين او 3 كمان، حسب بقى درجه الحراره او حسب الجو موجود عندك عامل ازاي. ببتدي ان انا احاول ان انا اعصر الميه اللي بتنزل منه على قد ما اقدر، طبعا في حاجه نظيفه، لان انت بتاخديه وبتسيبيه وبتعملي بيه احلى معجنات. اضغطوها بقى باي حاجه، سواء اي اتقل حاجه عندكم حطوها وضغطوها، ما يعني ما تستعجلوش عليها، ممكن تقعد معاكم وقت كبير. اهم حاجه بس ان انتوا تتاكدوا ان الميه نزلت منها تماما، واتقل حاجه عندكم حطوها فوقيها. تمام كده. انا جيت مثلا هنا بعد 4-5 ساعات، جيت ابص عليها، شايفين الشرش اللي نزل منها قد ايه؟ طبعا ده نظيف، البول اللي انا حاطه فيها ديت نظيفه. ببتدي بس ان انا يعني احاول ان انا اتاكد ان الجبنه كلها متوزعه في الشاشه، وابتدي برضك ان انا انزل الميه فيها تاني كويس جدا، بضغط عليها كويس قوي قوي. طبعا هتلاقوا الكميه قلت بعد ما عدى وقت وبعد ما نزلت الميه بتاعتها. هبتدي برضو اضغطها واسيبها تاني شويه كمان. طبعا كده خطوات تمام، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. طيب هبتدي بقى ان انا اعمل السمنه البلدي بتاعتي. انا حاولت ان انا اجمع لكم كل المعلومات في فيديو واحد بس عشان ما اطولش عليكم. ادي وش القشطه هو اللي طالع من البرامين، اللي هو برام كان فيه 1.5 كيلو وبرام كان فيه 2 كيلو. تمام. وعندي بقى انا تاني حته قشطه تانية كنت باخدها من وش اللبن، يعني مثلا بجيب لبن سواء نص كيلو سواء كيلو، بطلع القشطه من عليه وبجمعهم اهو، ده منظرهم اهو، حطهم في الفريزر وهي ساقعه. هبتدي ان انا بعمل يعني الاثنين بيكونوا مره واحده مع بعض، وهبتدي ان انا اضربهم بمضرب السلك اللي هو في العجان او على ايديكي لحد ما تفصل منك براحتك. هي الكميه مش كبيره، بس قلت ان انا ابين لكم بس يعني السمنه بتتعمل ازاي والقشطه بتتحول ازاي. في ناس بتاخدها مثلا بترفعها كده على النار، بس بتاخد وقت كبير قوي. انا لما بضربها وبفصلها عن اللبن بتاعها بتاخدش معايا على النار بالظبط 10 دقايق ربع ساعه بكتيرها قوي. ببتدي ان انا اضرب فيها كويس قوي قوي، صدقوني ما تخافوش، يعني مش هتفصل معاكم ولا حاجه. حتى لو لقيتوها بقت كريمي وفاصله، نزلوا لها مثلا 4 مكعبات 5 مكعبات تلج، هتلاقوها فصلت معاكم في ثانيه. عشان في ناس كتير ما بتعرفش ان هي تفصل، بيفضلوا مثلا يقولوا نضرب في القشطه والكلام ده كله ومش بتفصل معانا. شايفين المنظر اهو، فصلت ليه؟ لان كل حاجه عندي ساقعه، مفيش حاجه عندي بارده ولا سخنه. تمام. بعد ما فصلت بالمنظر ده ممكن تاخد معاكي 10 دقايق ربع ساعه. طبعا ممكن تعمليها بايديكي عادي جدا لحد ما تحسي هي فصلت في انهي مرحله. بتلاقي كده ايه اللبن انفصل عن بقت زبده دلوقتي خلاص، بقينا يعني كده بقت عندنا بقت زبده. هبتدي بقى ان انا اطلع الزبده ديت واكورها واسيبها على جنب. حابه تستخدميها كده في الاكل عادي مفيش مشكله، حابه بقى ان انت تسيحيها زي ما انا سيحتها براحتك. حابه مثلا تجمعيهم كام كوره كده عندك في الفريزر وبعد كده تسيحي كله مره واحده عشان ما يبقاش تعب بالنسبه لك، برضه زي ما انت عايزه. انا بس حبيت هنا اعمل لكم كل حاجه قدام عينيكم عشان تكونوا شايفينها، ويعني وبتقدروا بعد كده بقى تعملوا اللي انتوا عايزينه. شايفين بنجمع كور الزبده ازاي؟ بتلاقيها اتجمعت ومسكت. بنحاول بقى نلم كل حاجه موجوده فيها. هي هتعملي كورتين مش كبار قوي بس حلوين، يعني كفايه ان هم نضاف ويعني لبن صافي زي ما انتم شايفين، لبن صافي وبايديكي وحاجه نظيفه. انت ضامنه انت ضامنه المصدر بتاعها عامل ازاي. طبعا اسعار السمنه دلوقتي بقت مهوله مهوله مهوله، خصوصا كمان لو نوع سمنه كويس. زي ما انتم شايفين الخطوات مش كتيره ازاي. جبنا لو عايزين نعمل لكم خطوات تاني، جبنا اللبن سواء كيلو او 2 او 3 بقى حسب الكميه اللي انت عايزاها. وفي اي حله عندك تكون سخنه نار، لازم تكوني مسخناها، تكون يعني ما تكونش سوري مش سخنه نار قوي، تكون ان هي تكون دافيه دافيه جامد، يعني ما تكونش بارده خالص. تمام. وننزل اللبن فيها ونغطيها ونحطها في ادفى مكان عندك، وما نحركهاش خالص قبل يوم، تاني يوم، تالت يوم تبصي عليها. نخليها في التلاجة لمدة بس 4-5 ساعات عشان تعرفي بس تسهل عليكي عمل تطلعي من على وشها القشطة مش اكتر. وبعد كده تولعي فرن دافي لمدة 10 دقايق وتدخلي فيها البرامين دول او الحلتين دول، وطبعا هو الفرن مطفي، انت بس تدفتيه وخلاص وتطلعيهم وتصفيهم. انا هنا عندي الحصيره اللي هي بتاعت السوشي اللي هي الصغيره دي، لو انا بس عايزه ادي منظر الجبنه القريش. طبعا لو انت في الشاشه عادي هتبتدي تلفيها رول مثلا او في ورق زبده او في ورق فويل براحتك، لكن انا لقيتها موجوده عندي اللي هي بتاعت
السوسي دي، فعادي يعني هي بس بتدي منظر اللي هو التشكيله. او زي ما انا قلت لك ممكن تلفيها فرول في لفه اللي هي الاستريتش، او في ورق زبده، او في فويل، وتعمليها شكل الاسطواني وتلفيهم مع بعض كويس قوي لحد ما تاخد عندك المنظر. وبالشوكه مثلا تبتدي ان انت تديها تشريطات كده بحيث ان هي تدي منظر بس للجبنه القريش. كده خلاص سبتها كمان تقريبا ساعتين 3 تانيين، وهبتدي بقى ان انا خلاص اقطع الجبنه القريش عندي. اتاكدت ان الميه كلها نزلت منها. طبعا الشرش اخدته وشلته ودخلته الفريزر، هو واللبن اللي نزل عندي من الزبده، بحيث ان انا استخدمه مثلا في اي مخبوزات بقى انت بتحبي تعمليها. هي يا جماعه الخطوات مش كتيره ومش صعبه خالص والله صدقوني، بس عشان انا مجمعه لكم كلكم مره، يعني كله مره واحده. لكن انت مش هتعملي طبعا كله في يوم واحد، هو بياخد معاكي مثلا يوم او 2 او 3. شايفين شكلها عامل ازاي؟ قشطه، كانك عامله قشطه بجد. جربوه ان شاء الله باذن الله يعجبكم وننجح معاكم من اول مره. لو اي حد عنده اي استفسار يبعت لي، يكتب لي في الكومنتات وارد عليه. ما تنسوش يا جماعه الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. كنت معاكم اسراء طارق، سلام عليكم. هو الفيديو لسه ما خلصش معلش انا بس كمان نسيت اقول لكم ان انا كنت هنا يعني هسيح كمان السمنه معاكم. انا ما خدتش بالي بس من وقت الفيديو، انا كنت بحسبه ان انا عاملاه في فيديو منفصل، بس انا زي ما قلت لكم انا جمعت لكم الفيديو كله في فيديو واحد، يعني التفاصيل كلها في فيديو واحد. الجبنه القريش هيك خلاص بعد ما تمت واستوت وبقت تمام زي الفل يعني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طريه كمان، مش ناشفه ولا محجره زي اللي بتشتروها. تقدروا تحتفظوا بيها ازاي؟ مثلا في علبه كويسه كده، ترشوا على رشه ملح من فوق ومن تحت الجبنه واحتفظوا بيها. والسمنه اهي كمان تمام، انا وريتها لكم كمان في اول الفيديو. هنا بقى اوريكم انا بسيح السمنه ازاي. دي حله عندي انا كنت غاليه فيها لبن، كنت بعمل الزبادي، لو اتفرجتوا عليه هنزل كمان طريقه الزبادي الساده. تمام، هبتدي ان انا انزل بقى كور الزبده دي وابتدي ان انا اسيحها على نار هاديه جدا. مش هتاخد بالظبط معاكي ربع ساعه، لحد ما تلاقي عندك المرطه اللي من تحت دي لونها ذهبي كده او بني فاتح، تبقى كده عندك استوت. وما ننساش رشه الملح لو انت مثلا عامله كميه كبيره ومش عايزاها ان هي تخسر معاكي. في برطمان بقى يكون معقم كده ونضيف، وطبعا ما ننزلش بالسمنه لغايه ما تبرد خالص وتلاقي المرطه نزلت من تحت. طبعا هي الكميه بتقل شويه لما انت بتسيحي الزبده، بس براحتك بقى، عايز تستخدميها زبده براحتك، عايز تستخدميها تسيحيها وتعمليها سمنه زي ما انا عملتها زي ما انت عايزه. بعد ما بقت دافيه تماما خلاص وتاكدي ان المرطه نزلت، هبتدي ان انا انزلهم في البرطمان. ده شكلها اهو، ريحتها حلوه جدا جدا. اسفه لو طولت عليكم في الفيديو، ما تنسوش لو عجبكم اللايك والشير. سلام عليكم.